تصرف صادم من امبابي تجاه وفد الهلال السعودي. تصرف الفرنسي كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان بشكل صادم مع وفد الهلال السعودي المتواجد في باريس، وزعمت تقارير منذ أيام بأن الهلال قدم عرضا يبلغ 300 مليون يورو لسان جيرمان، وراتبا يبلغ 200 مليون يورو للمهاجم الفرنسي، ويصل بمتغيرات تسويقية وتجارية إلى 700 مليون يورو. وتواجد وفد من الهلال في باريس اليوم الأربعاء من أجل الاجتماع مع امبابي وإقناعه بمشروع النادي السعودي. ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، رفض كيليان امبابي أي نقاش مع وفد الهلال السعودي الذي وصل باريس. وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سمح لوفد الهلال بالاجتماع مع امبابي وإقناعه بالمشروع السعودي، لكن اللاعب الفرنسي رفض المحادثات تماما مع ممثلي الزعيم. وأكدت مصادر قريبة من امبابي للصحيفة الفرنسية أن اللاعب لم يفكر أبدا في خيار الانتقال إلى الهلال السعودي. عزيزي المشاهد، ألا ترى أن مسؤولي فرق الدوري السعودي قد بالغوا في منح كل هذه الأموال من أجل جلب كل هؤلاء النجوم؟ وهل يمكن للأموال أن تصنع دوري قوي وتنافسي؟ أم أن الأمر مجرد دعاية ووهم تعيشه الكرة السعودية؟ ننتظر تعليقك وتفاعلك بالإعجاب والاشتراك، ودمت في رعاية الله وحفظه.